الدعوات الرقمية على منصات التواصل الاجتماعي إلى وقفات ميدانية، شعارات صاخبة صدحت في الشوارع: الصحة أولا، ما بغيناش كأس العالم، حرية، كرامة، عدالة اجتماعية. وحتى كنا جينيراسيون زد، هذا موضوع كيخصنا كاملين، زادوا إكراك وإكس وليبريتي. محسن بوليسي ولا الشعب اللي هما ناضلوا تحاربوا باش يوصلوا داك البوست ديال البوليسي حيت ما ولات شعبه، ودابا عليهم الامر منا يديروا خدمتهم. هادشي ما عمري شفتو، هادشي اليوم ما عمري شفتو وخطر وخاص هادشي يحبس. احتجاجات وشعارات وفوضى واعتقالات. هذه أبرز المشاهد في المدن المغربية في الأيام الأخيرة. فماذا يحدث في المغرب حاليا؟ هذا هو السؤال الأكثر تداولا بين الناس منذ بداية 27 و28 من سبتمبر، والمغرب يعيش على وقع مظاهرات واحتجاجات في شوارع عدة مدن كبرى، شباب وكبار ونساء وأطفال. أشخاص من كل الأعمار خرجوا يطالبون بحلول الأوضاع التي يعيشونها منذ سنوات: تحسين قطاع الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد والعدالة الاجتماعية، مطالب يتفق على مشروعيتها كل مغربي ومشروعة في الدستور المغربي. هذا ما يطالب به المغاربة الذين خرجوا للشوارع كما يقولون في موجة من الاحتجاجات الغير مسبوقة. الاحتجاجات بدأت بدعوة من حركة جيل زاد أو جيل زاد 212، وشهدت الاحتجاجات منذ بدايتها تدخلات أمنية لمنع وتفريق المتظاهرين. وقف الشارع العام وتقول يطلع لا الشباب لا الشباب لا انا واقفه هنا ما دايره تحت لكن رغم الاعتقالات دعت حركة جيل زاد إلى الاستمرار في الاحتجاجات السلمية. فمن هم جيل زاد؟ جيل زاد أو جيل زاد 212 هم الذين ولدوا أواخر التسعينيات وبداية الألفية الجديدة. يعرف هذا الجيل بارتباطه الوثيق بعالم الرقمنة ووسائل التواصل الاجتماعي، ويعرف كذلك بأنه الجيل الذي فتح أعينه على الهواتف الذكية. هذا الجيل لم يكتفي بالتعبير عبر الشاشات، بل انتقل إلى الشوارع ليقود احتجاجات تعرف بجيل زاد 212، حيث دعا جيل زاد إلى تنظيم مظاهرات عبر منصات التواصل الاجتماعي كالتيك توك والإنستغرام وتطبيق ديكستورد الذي بدأت منه الحكاية. جيل زاد خرج إلى الشوارع رافعين مطالب وشعارات تدعو إلى إصلاح التعليم والصحة ومكافحة الفساد والعدالة الاجتماعية. الاحتجاجات بدأت في 27 من ديسمبر وتتواصل إلى الآن في العديد من المدن المغربية. ومن بين أكثر الشعارات التي تم ترديدها خلال الاحتجاجات: الشعب يريد إسقاط الفساد، ولا نريد كأس العالم، الصحة أولا، في إشارة إلى رفضهم ما يعتبرونه إنفاقا حكوميا ضخما على استضافة الأحداث الرياضية العالمية ككأس العالم 2030، بينما تعاني المستشفيات من نقص في الموارد والتجهيزات. الاحتجاجات بدأت بمسيرة سلمية، لكن رغم ذلك تم اعتقال المئات من قبل السلطات، حيث نزلت قوة الأمن بكثافة إلى الشوارع وقامت بتفريق المتظاهرين، وقامت باعتقال أشخاص أمام الكاميرات وآخرون بطريقة غريبة، كما أظهرت العديد من مقاطع الفيديو المتداولة. المحاسبه ديال جميع المدراء الجهويين. وليش واقف عليه شي انا مواطن علاش ساكت اسمي شنو ما بسمعش وتحولت المظاهرات السلمية إلى فوضى وأعمال شغب في منطقة عميرة وإنزكان في جهة سوس، وفي مدينة بركان وسلا والقنيطرة وبني ملال وغيرها من المدن. خرجت الاحتجاجات عن السيطرة وتحولت من سلمية إلى مشاهد فوضوية، حيث أظهرت مقاطع فيديو أشخاص قيل إنهم من جهة مجهولة يقومون بحرق الممتلكات العامة واستهداف سيارات الأمن ورشقهم بالحجارة، ما قلب مجرى المظاهرات السلمية رأسا على عقب. وبعد هذه الأحداث الفوضوية دعت الجهة الداعية للتظاهر عبر بيان تم تداوله على تطبيق ديكستورد الذي كانت منه البداية إلى ضرورة الالتزام بأن تكون الاحتجاجات سلمية وتجنب الفوضى والشغب.
وبعد أيام من إطلاق الاحتجاجات، أكدت هيئة الأغلبية الحكومية برئاسة عزيز أخنوش خلال اجتماع يوم الثلاثاء على استعدادها للتجاوب مع المطالب الاجتماعية عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، والعمل على حلول واقعية وقابلة للتنزيل لخدمة المواطنين. وتفاعل عدد من المشاهير المغاربة مع الاحتجاجات السلمية التي تقودها حركة جيل زاد، وتحولت حسابات المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصة للتعبير عن دعمهم للوقفات الاحتجاجية ومطالبة بالإفراج عن الشباب المعتقلين. وكذلك ندد آخرون بالأحداث التخريبية الأخيرة. الاحداث كتسارع وكتمشي في تيارات خايبه بزاف، ما بزاف. انا عايش الاحتجاجات ديال 20 فبراير، هادشي ما عمري شفتو، هادشي اللي شفت اليوم ما عمري شفتو. رئيس الحكومه بالله عليك راه كتخاطر بالوطن، فهمني، كتخاطر بالوطن. نسى دابا نسى كل شيء. عندنا الوطن، عندنا دابا الوطن صافي. تفكر في الوطن، فين كبرتي، فين تربيتي، فين عاش والديك، فين عاشوا جدودك، فين عشنا حنا مغاربه كاملين. وليداتنا خرجوا في تظاهرة سلمية تيطالبوا إصلاح التعليم، إصلاح الصحة، العدالة الاجتماعية والتعتقل. الاحتجاج هو حق دستوري. دابا هذا المشكل اللي طرا، علاش ما خليناش هاد الوليدات، هاد الشعب يخرج للزنقة ويعبر على مشاكل ديالو سالم، بلا مشاكل بلا والو، غيغوت، غيبقى يقول الشراعة ديالو ويجمعوا راسهم شي بحال. دابا تشوهنا في العالم كامل، حنايا كنتعداو على الشعب ديالنا، حنايا بحال حنايا المغاربه، السلطه المغرب ديكتاتوريه على الشعب ديالها. هذه اكف الصويره تعطات المغرب، وحنا جايين كوب دافريك، حنايا كوب دي موند، حنايا كنوريو بان حنايا كنافونسيو في بلادنا بزاف. مي اقل حاجه هي داك الحقوق باش تعبر على الراي ديالك، باش تطلب الطبيب والتعليم والعدل والخدمه. هادشي كامل الناس العالم كامل كيطلبهم بواحد الطريقه، والدوله اللي صوتنا عليها ولا يصوتوا عليها واللي كتحاور معاهم. وكنطلبوا من المسؤولين انهم يتحركوا ويحاولوا يلقاو معنا حل، لان حنا ما ضد شي واحد، حنا المسؤول براسو حتى هو مواطن. راه تيقول لك انا نخدم على راسي، وفر لي انت غير هادشي اللي قلتي لي غتوفر لي. ودابا كيقربوا الانتخابات كيخرجوا الكذابه، كيبقاو يكذبوا في لي بيبيتر. الحمد لله حزب الوطني التجمع للاشرار دار لكم وهذا، والانجازات ديال فينا هما كون كانوا غادي يخرج بنادم. الاحتجاج حق مشروع، حريه التعبير حق مشروع. تهرس لا، تهرس اخويا لا، ما معنيتهاش اني كنغوت على التعليم والصحه، خصني نريب كلشي حداه. المغرب خصو يكون بلاد عنده مكتسبات وعنده بنيه تحتيه واعره، وينظم كاس العالم وينظم كاس افريقيا، والناس من حقهم انهم تكون عندهم الصحه مزيانه وانهم يكون عندهم التعليم مزيان. وكذلك عبر العديد من لاعبي المنتخب المغربي عن دعمهم للاحتجاجات التي تشهدها الشوارع المغربية، حيث شاركوا صور للاحتجاجات وكتبوا عليها عبارات تدل على تضامنهم مع المحتجين. وكان اللاعب عز الدين أناحي أول لاعب يتضامن مع المحتجين. كما تحدث العديد من صناع المحتوى على ما يحدث في الشوارع المغربية. تيهضر على شي تيهضروا على الشباب دابا ديال الصحه والتعليم اللي هو حق ديالهم وحق الجميع. مثلا انت تيجي واحد السيمي هو يدفعوا في الفارغو هو بنته، تخيل معايا طلعوه بنته باقي صغيره تتبكي في وسط الفارغو. تخيل معايا اللوجيك فين كاين، تخيل معايا بنت في هذا العمر هذا في لورو في هذه اللحظه هذه غتلقاها دابا تتعلم البيانو، تتعلم الكمانجه، تتعلم شي رياضه في شي بارك ولا حاجه تلعب. حنا بنت في هذا العمر هذا تطرما هي وبا في فارغو. علاش كي با تيهضر على الحقوق ديالها اللي هما ابسط الحقوق، الصحه والتعليم، ما قال حتى شي حاجه فيها لعب. تخيل معايا التاثير ديال هذا الشيء اللي نايض دابا هو انه الحكومه كتستفز الشعب. فبما انه الشعب الاول اللي قلت لكم جينيراسيون قديمه ديال سي العامل سي القايد، هذوك صافي خصنا منهم يدينا. هادشي كامل طريح الان وباقي ما حتى واحد ما بغى يخرج يدوي. ها العار غير خرجوا بردوا بنادم اصاحبي، ها العار غير خرجوا دوي مع بنادم، ها العار غير ديروا شي حوار مع بنادم. ودابا هادشي كامل اصاحبي اللي واقع، وباقي حتى شي واحد فيكم ما بغى يدير حتى شي حركه اللي هو غير بسيطه اصاحبي.